تعتبر السعودية الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نجحت في ضم العديد من نجوم كرة القدم لدوري الروشن السعودي، من أبرزهم الفرنسيين بنزيما وكانتي. وارتأينا في هذا الفيديو إلى الإحاطة بمختلف الأحداث الواقعة في الميركاتو الصيفي الأسبوع الفارط، حيث سيكون حديثنا عن 5 صفقات كبيرة، منها ما تمت ومنها تلك التي لا تزال في مرحلة المفاوضات وقريبة جدا من الإتمام. جنون كرة القدم. نجح أرسنال أخيرا في ضم لاعب وسط الهامرز ديكلان رايس بعدما كان ينافسه في ذلك فريق مانشستر سيتي، وبلغت قيمة الصفقة 105 مليون باوند بالإضافة إلى 5 ملايين باوند كإضافات. ويمتد عقد اللاعب الإنجليزي مع نادي أرسنال ل5 مواسم مع خيار التمديد لسنة إضافية. وسيكون قميص رايس مع الأرسنال حاملا للرقم 41، وتعد صفقة الانتقال هذه تاريخية بحيث أنها أعلى صفقة قيمة في تاريخ النادي اللندني. وامتد رحلة ديكلان رايس مع نادي ويست هام لمدة 10 سنوات، حيث انضم للنادي وهو في عمر 14. وشارك في 245 مباراة، سجل من خلالها 15 هدفا، وتوج في آخر مباراة له مع الهامرز بلقب الدوري الأوروبي. وقال أرتيتا بمناسبة التعاقد مع اللاعب الإنجليزي أنه لاعب ذو خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، ولديه القدرة على أن يكون لاعبا ناجحا للغاية مع الجانرز. نجح نادي الاتحاد السعودي في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع البرازيلي فابينيو للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتبلغ قيمة العرض المقدم من طرف نادي الاتحاد السعودي مقابل لاعب خط وسط ليفربول 40 مليون باوند، وتم منح اللاعب البالغ من العمر 29 سنة الإذن بالحصول على فحص طبي وإجراء الإجراءات الرسمية للصفقة. خاض البرازيلي 219 مباراة مع الريدز، حيث فاز بالدوري الإنجليزي سنة 2020 ودوري أبطال أوروبا سنة 2019 وكأس رابطة المحترفين الإنجليزي سنة 2022. وسجل فابينيو من خلال المباريات التي خاضها مع ليفربول 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة. والراتب السنوي المتوقع للاعب البرازيلي فابينيو مع الاتحاد حسب ما أكده الصحفي نيكولو شيرا هو 25 مليون يورو. وأكد كذلك على أن الاتفاق يقضي بأن يوقع اللاعب على عقد مدته 3 سنوات في صفوف نادي الاتحاد السعودي. بالإضافة إلى صفقة انتقال رايس إلى أرسنال، نجح هذا الأخير كذلك في الوصول إلى اتفاق مع مدافع أياكس أمستردام جوريان تيمبر الذي يجيد اللعب كظهير أيمن أو مدافع وسط. وأكد نادي أياكس أن المبلغ المتفق عليه مع الأرسنال بما يخص صفقة انتقال ذو 22 عاما يقدر بقيمة 40 مليون يورو. وحسب ما جاء على لسان مايكل أرتيتا بخصوص هذه الصفقة، فإنه متحمس لضم هذا المدافع الشاب لتشكيلته، حيث يرى أنه يتناسب مع نظام الفريق، زيادة على ذلك أنه قادر على اللعب في عدة مراكز وصغير في السن. ويعتبر هذا المدافع لاعب أياكس السابق جوريان تيمبر من اللاعبين الوافدين الذي لا يعرف عنه جمهور الأرسنال الكثير. ويعتبر هذا اللاعب قويا من الناحية الدفاعية وسريع، ولديه القدرة على قراءة المباراة جيدا، ويظهر ذلك جليا من الأداء الجيد الذي ظهر به مع المنتخب الهولندي وناديه السابق أياكس أمستردام. لا يزال الفريق البافاري متمسكا بصفقة ضم اللاعب الإنجليزي وهداف منتخب إنجلترا هاري كين حتى مع بلوغه 30 من عمره، وهذا الأخير منفتح للانضمام لصفوف الفريق البافاري.
وذلك حسب صحيفة سبورت بيلد، حيث أشارت إلى أن مهاجم توتنهام مستعد للانتظار 12 شهرا لكي ينضم إلى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم 11 على التوالي. ومن أهم الأسباب التي دفعت هاري كين إلى التفكير في الخروج من فريقه توتنهام هو عدم تتويجه بأي لقب في مسيرته الكروية. والشيء الذي يجعل هذه الصفقة لم تكتمل بعد هو عدم اقتناع رئيس نادي توتنهام بالعروض المقدمة إليه من طرف النادي الألماني، حيث قدم نادي بايرن ميونخ عرضا بقيمة 70 مليون يورو مقابل انضمام هاري كين لصفوفه، ثم تقدم بعرض ثاني بقيمة 80 مليون يورو. لكن أي من العرضين لم يلقى قبولا من رئيس نادي توتنهام، ويتطلع هذا الأخير للحصول على 100 مليون يورو كأقل شيء للاستغناء عن اللاعب. ولقد انضمت عدة فرق لسباق التعاقد مع المهاجم الإنجليزي كنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعتبر مستعدا لتقديم أي عرض منافس لبايرن ميونخ، وذلك تحسبا لرحيل مبابي. كما أن ريال مدريد من الأندية كذلك المهتمة بالتعاقد مع هاري كين، وذلك في حالة فشل صفقة انتقال مبابي إلى صفوفه. ارتبط كثيرا اسم رياض محرز بنادي الأهلي السعودي في الآونة الأخيرة، حيث أشارت عدة تقارير إعلامية أن نادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري. وأكد الإعلام الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي ينتظر فقط العرض الرسمي قبل أن يجري نجم منتخب محاربي الصحراء الفحص الطبي. وتجدر الإشارة إلى أن رياض محرز قد حقق عدة إنجازات خلال فترة تواجده في إنجلترا، سواء مع فريقه السابق ليستر سيتي أو فريقه الحالي مانشستر سيتي. وتعتبر مجموع مشاركاته في المباريات لكلا الفريقين 415 مباراة، سجل من خلالها 126 هدفا وقدم 97 تمريرة حاسمة، وحقق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وحقق كذلك كأس رابطة المحترفين الإنجليزي مرتين، وكأس دوري أبطال أوروبا، وبطولة درع المجتمع الإنجليزي مرتين. وبالنسبة للجوائز الفردية فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مع ليستر سيتي موسم 2015-2016. ولا شك أن كل هذه الإنجازات تبين بأن رياض لاعب رائع وموهوب، ويعتبر من أبرز نجوم كرة القدم في العالم. ويظهر من خلال الأخبار الرائجة بخصوص صفقة انتقال محرز أن هذا الأخير متحمس للغاية للانضمام لصفوف أهل جدة، وذلك راجع لعدم اعتماد غوارديولا عليه في كثير من المباريات بالرغم من الأداء الرائع الذي يقدمه.